السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في اكلات ليها مواسم، واكلات تانية بيبقى ليها هيبة، وناس تقولك دي اكلة شعبية، وانا اقولك ان السردين المملح ده مزاج مصري اصيل. يلا بينا هنعمل مع بعض النهاردة السردين المملح المزبد من غير ما ينشف منك، وهقولك على شوية اسرار كده بسيطة خالص. هنعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير اي تعقيدات. جاهزة؟ يلا بينا نبدأ. معايا هنا نص كيلو من السردين الطازة. اعرف ازاي بقى ان السردين طازة؟ لان دي اول خطوة لازم تعرفيها قبل ما تشتري السردين من عند السماك. اول حاجة تكون عين السردين بتلمع، ما تكونش عينه مطفية. تاني حاجة ريحته لازم تكون ريحة بحر مش ريحة زفارة. كده انا ضمنت ان السردين بتاعي طازة. بعد كده هاخده واغسله كويس ونصفيه. طبعا بغسله في مصفى وتحت مية جارية من الحنفية عادي. وبعد كده بتاخديه وتصفيه كويس في المصفى لمدة نص ساعة. الأول بتسيبيه يتصفى لمدة نص ساعة، وبعد كده بجيب صينية واحط عليها ورق مطبخ أو فوطة مطبخ، وافرد عليها السردين زي ما انتم شايفين كده. ولو احنا في الشتاء هتسيبيه الساعة دي برا التلاجة، ولو احنا في الحر او في الصيف بنعمل الخطوة دي في التلاجة. يعني بفرده كده وبحطه جوه التلاجة لمدة ساعة، بيكون اتصفى وتحس ان السردين من بره خلاص ما بقاش طري زي ما جبنا اول مرة. تمام. بيبقى السردين من بره نشف. بعد كده هنعمل بقى ايه الخطوة التانية اللي هي التمليح. خلطة التمليح بتاعتي عبارة عن معلقتين كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الشطة، وربع معلقة صغيرة من الكركم، وعصير ليمونة، وربع كوباية زيت. بنخلطهم مع بعض، وبعدين بننزل بالسردين ونقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد ما قلبنا السردين في خلطة التمليح، هتجيبي برطمان او هتجيبي علبة. انا هنا هملحه في علبة، بس لو هتملحيه في برطمان هترصي السردين بالطول. تمام. وتقفلي وش البرطمان بورق استرتش او تحطي كيس وتقفلي بالغطا كويس جدا. دي اهم خطوة. وطبعا بنحط زيت. بتحطي بعد ما بتخلصي بتحطي زي مثلا مقدار معلقتين 3 زيت في البرطمان. تمام. وهو بقى تسيبيه هو هينزل ميته. بس انا هنا هملحه في علبة. انا بقولك لو انت هتملحيه في برطمان، انا هنا هملحه في علبة زي ما انتم شايفين. هحط بقى كيس نضيف في قلب العلبة، وبعدين هرش شوية ملح وشوية شطة، وبعدين هبتدي ارص السردين في العلبة زي ما انتم شايفين كده بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بعد ما بترصيه هتحطي على الوش شوية ملح وشوية شطة، وبحط معلقتين 3 زيت زي ما قلت لكم قبل كده. تحاولي بقى تفضي الهواء زي ما انتم شايفين انا بعمل كده. بفضي الهواء كويس قوي من الكيس. دي خطوة مهمة جدا. وبعدين انا حطيته في كيس كمان عشان ابقى ضامنة بس ان مفيش هواء هيدخل، وبقفل عليه كويس برضو تاني. بعد بقى 3 ايام ممكن تاكلي منه، بس انا هنا عشان حجمه وسط. لو بعد 3 ايام يبقى حجم السردين لازم يكون صغير. طيب لو هنا زي ما انا جايباه كده اللي هو حجم الوسط ده مش كبير قوي، ده حجم وسط. انا فتحت عليه، ممكن تفتح عليه بعد 5 ايام او 6 ايام. انا فتحت عليه بعد 6 ايام بالظبط. تمام. بس في خطوة انا هقول لكم عليها. انا كنت كل يوم بقلب العلبة. يعني مثلا العلبة زي ما انتم شايفينها كده معدولة، الغطا فوق والسردين زي ما انتم شايفينه كده والقاعدة تحت. تمام. تاني يوم كنت بقلب العلبة على وشها. تمام. بخلي غطا العلبة هو اللي تحت والعلبة نفسها هي اللي فوق. فكل يوم كنت بوجه العلبة الاتجاه ده. يعني مرة اخلي القاعدة بتاعت العلبة هي اللي تحت، عشان بس السردين يتقلب في الخلطة ويبقى كله اتملح نفس التمليح. زي ما قلت لكم بقى بعد 6 ايام ابتديت افتح عليه. بصوا شكل السردين كده، عايزه اقول لكم كان مستوي وكانت، بصوا فظيع بجد والله. انا السردين ده اكتشفت ان هو كان كله مبطرخ، يعني كله بطارخ من جوه. طبعا سردين بلدي لازم بيكون قلبه بيبقى محمر كده. بصوا هوريكم كمان واحده. طبعا ده انا بنضفه كويس جدا وبخليه كمان، يعني بشيل من قلبه كده العظم او الشوك، وبحطه في علبة بعد كده. يعني بحطه في علبة بحيث ان هو يبقى على الاكل على طول، باخد منه بشوكة كده. بصوا مستوي وجميل. بصوا هنا انا خليته كله بقى، شلت منه العظم ونضفته كويس جدا. هنا بقى وقت التقديم.
بصوا انا بوريكم هنا، بصوا كله بطارخ، كان طعمه تحفة بصراحة يعني. انتي ممكن تجيبي نص كيلو بنص كيلو زي ما انا عاملة كده، بيخلص بعمل تاني. والله بجد جربوا الطريقة دي تحفة والله بجد، يعني احسن من اي حد هتروحي تشتري منه سردين وحاجات من كده. اقل حاجة انتي ضامنة نظافته يعني، وطعمه والله رائع بجد. برش بقى على وشه شوية زيت، وقبل الاكل على طول برش ليمون كتير كتير يعني، بيبقى رائع بصراحة بقى. وجنبه طبعا طبق بطاطس محمرة، والبصل الاخضر بقى والجرجير، يعني فظيع بجد والله. وعايزه اقول لكم ان الشطه اللي كانت عندي حاميه جدا اللي انا حطاها، بس ما فيش طعم شطه خالص يعني، مش حامي مش حامي خالص. يعني ما تفكريش ان انت لو حطيتي شطه لا هيبقى حامي. ممكن احط بابريكا، لا ما تجربيش موضوع البابريكا دي، ما انصحكيش يعني، لان انا جربته قبل كده بالبابريكا وما كانش حلو خالص خالص. فنصيحة حطي شوية شطة حتى لو بسيط، هي الشطة بس بتحافظ عليه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسونيش من صالح الدعاء، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.